عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، معكم مس إيناس عبد الله. احنا لسه في المحور الأول الوحدة الأولى، ومعادنا النهاردة إن شاء الله مع شرح الدرس الرابع، ودرسنا النهاردة بعنوان محافظات جمهورية مصر العربية. هنتعرف على محافظات جمهورية مصر العربية، عددها وموقعها، وكمان هنتعرف على أنواعها. وعشان تذاكر الدرس ده كويس لازم يكون قدام خريطة زي اللي قدامنا دلوقتي دي، خريطة محافظات مصر. طيب قبل ما نبدأ كده في شرح الدرس هسألكوا سؤال عن الدروس السابقة. حد يعرف ايه هي عناصر الخريطة؟ بالظبط كده، عناصر الخريطة موجودة قدامنا هي على الخريطة. أول حاجة عنوان الخريطة، ووردة البوصلة موجودة هي في أقصى الشمال، وكمان عندي مفتاح الخريطة ومقياس الرسم. يبقى عناصر الخريطة ايه هي؟ عنوان الخريطة ووردة البوصلة ومفتاح الخريطة ومقياس الرسم. وطبعا الخريطة دي يا ولاد اللي قدامنا هي خريطة جمهورية مصر العربية، ونظرا لأن وطننا الحبيبة مصر متسع جدا، فتصل مساحته إلى 1,000,000 كيلومتر مربع وأكثر، لذلك فإنه تم تقسيمه إلى عدة محافظات، ويبلغ عدد محافظات جمهورية مصر العربية 27 محافظة مصرية. يعني إيه محافظة أصلا؟ المحافظة هي مساحة من الأرض تضم مجموعة من المراكز أو الأحياء، ولكل محافظة يا ولاد حدود إدارية. يعني إيه حدود إدارية؟ هي الحدود الفاصلة بين المحافظات وبعضها. وطبعا المحافظات اللي موجودة قدامنا دي على الخريطة مش متساويين من حيث المساحة، فهنلاقي ان المحافظات متنوعة في المساحة. فهنلاقي ان اكبر محافظة من حيث المساحة هي محافظة الوادي الجديد، واصغرها هي محافظة دمياط. يبقى اكبر محافظة من حيث المساحة هي محافظة الوادي الجديد، واصغرها من حيث المساحة هي محافظة دمياط. طيب احنا قلنا محافظات جمهورية مصر العربية سنة رابعة كم محافظة؟ 27 محافظة. ال27 محافظة دول هنقسمهم لمحافظات الوجه البحري، ومحافظات الوجه القبلي، ومحافظات الحدود. يعني ايه محافظات الحدود؟ محافظات الحدود هي المحافظات التي تقع على حدود مصر مع الدول المجاورة. نقولها تاني، محافظات الحدود هي المحافظات التي تقع على حدود مصر مع الدول المجاورة. وخلينا نبدأ بمحافظات الحدود اللي بيبلغ عددها 5 محافظات. هي طبعا سهلة جدا، ممكن نحفظها بكل سهولة. عندي مثلا شبه جزيرة سيناء بتتكون من محافظتين، محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء، ودي طبعا بتعتبر من المحافظات الحدودية. احنا كده قلنا 2، شمال سيناء وجنوب سيناء، فاضل لنا 3. يا ترى ايه هما بالترتيب كده؟ عندي محافظة البحر الأحمر، ومحافظة الوادي الجديد، وكمان محافظة مطروح. يبقى محافظات الحدود كم محافظة؟ 5 محافظات، وبتضم محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، ومحافظة الوادي الجديد، وأخيرا محافظة مطروح. زي ما قلت لك ان المحافظات الحدودية تبلغ عددها 5 محافظات. كده فاضل لنا 22 محافظة، هنقسمهم بقى لمحافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي. كتير جدا علينا ان احنا نحفظ العدد ده كله من المحافظات. طيب انا هقول لك على حاجة تقدر تميز بيها محافظات الوجه البحري عن محافظات الوجه القبلي. معظم محافظات الوجه البحري بتنتهي بياء وتاء مربوطة. زي ايه؟ زي الاسكندرية، الغربية، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الإسماعيلية، كل دول من محافظات الوجه البحري. طيب فاضل بعض المحافظات كده اللي تابعة للوجه البحري زي السويس وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة. يبقى مش لازم تحفظ بالظبط، احنا عندنا 12 محافظة وجه بحري، معظمهم بينتهوا بحرفين الياء والتاء المربوطة. هنقولهم تاني: الاسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، الإسماعيلية، وكمان معانا محافظة السويس وبورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة. طيب باقي المحافظات، لو انت حفظت بقى محافظات الحدود وكمان قدرت تميز محافظات الوجه البحري، يبقى اي محافظة فاضلة معانا هي من ضمن محافظات الوجه القبلي. بس برضو تعالوا نقول اسمائهم. عندي الفيوم وبني سويف والجيزة ومحافظة المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. طيب احنا كده اتكلمنا عن 26 محافظة، فاضل محافظة واحدة وهي محافظة القاهرة. وطبعا محافظة القاهرة يا ولاد هي عاصمة جمهورية مصر العربية. هل تعرف لماذا تم اختيار القاهرة عاصمة لمصر عبر التاريخ؟ طبعا تم اختيار محافظة القاهرة عاصمة لمصر للأسباب التالية: موقعها المتميز حيث أنها نقطة التقاء الوجه البحري بالوجه القبلي،
2 تتركز بها معظم الوزارات المختلفة وتعتبر مركزا تجاريا وصناعيا وثقافيا، ويوجد بها العديد من المعالم الأثرية مثل مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبي والكنيسة المعلقة. نقول تاني، تم اختيار محافظة القاهرة عاصمة لمصر نتيجة لعدة أسباب. 1 موقعها المتميز حيث أنها نقطة التقاء محافظة الوجه البحري بالوجه القبلي. 2 تتركز بها معظم الوزارات المختلفة. 3 تعتبر مركزا تجاريا وصناعيا وثقافيا. 4 يوجد بها العديد من المعالم الأثرية مثل مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبي والكنيسة المعلقة. طيب يا ترى ايه هي جهود الدولة لتطوير محافظة القاهرة؟ الدولة بتعمل ايه عشان تطور من محافظة القاهرة؟ تقوم الدولة بتطوير محافظة القاهرة من خلال عدد من المشروعات، زي المشروعات دي زي مشروع حي الأسمرات ومشروع تطوير حي السيدة زينب وكمان مشروع محور رود الفرج. نحفظ ال3 مشاريع دول: مشروع حي الأسمرات ومشروع تطوير حي السيدة زينب ومشروع محور رود الفرج. وتقوم الدولة حاليا بإنشاء عاصمة جديدة وهي العاصمة الإدارية الجديدة، أهميتها تخفيف الضغط السكاني وتكدس الخدمات في العاصمة الحالية. طبعا محافظة القاهرة دلوقتي تعتبر من أكثر المحافظات المصرية ازدحاما نتيجة للأسباب اللي قلناها من شوية، لأن فيها معظم الوزارات وفيها معظم الخدمات المتوفرة للسكان، عشان كده السكان بيفضلوا ان هم يسكنوا في محافظة القاهرة، وبالتالي اصبحت محافظة القاهرة من اكثر محافظات جمهورية مصر العربية ازدحاما بالسكان. عشان كده الدولة بدأت تفكر في انشاء عاصمة جديدة وهي العاصمة الإدارية الجديدة. ليه؟ علشان تخفف الضغط السكاني وتكدس الخدمات في العاصمة الحالية اللي هي القاهرة. تمام؟ يبقى أهمية إنشاء عاصمة جديدة بتتمثل في تخفيف الضغط السكاني وتكدس الخدمات في العاصمة الحالية. طيب احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا، فاضل لنا جزء صغير خالص بنتكلم عن نظام تحديد المواقع العالمي GPS. احنا طبعا اتكلمنا في اول درس خالص عن ادوات تحديد المواقع، واتكلمنا عن الخريطة، وكمان اتكلمنا عن الصور الجوية وكمان الصور الفضائية. طبعا الصور الفضائية دي بيتم استخدامها في نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ويتيح هذا النظام تحديد مواقع الاماكن، وذلك بفضل صور الاقمار الصناعية اللي انا قلت لك عليها دلوقتي، اللي هي الصور الفضائية التي تغطي سطح الأرض تغطية كاملة خلال اليوم. طيب ايه أهمية نظام تحديد المواقع العالمي GPS؟ طبعا النظام ده بيساعد على تحديد اتجاهات السير في الأماكن المختلفة، وكمان بيظهر حدود المحافظات المصرية. تمام؟ الموضوع بمنتهى البساطة يا ولاد. احنا مثلا نروح مكان مش عارفين نحدد موقعه، او مش عارفين نمشي ازاي، ايه الاتجاهات السير بتاعتنا، نمشي شمال نمشي يمين، ندخل في الشارع اللي جاي لا نسيبه وندخل في اللي بعده. كل دي حاجات احنا ممكن نحددها من خلال استخدام الGPS. ممكن ننزل تطبيق الGPS مثلا على الهاتف بتاعنا ونبدأ نستخدمه في تحديد اتجاهات السير في الاماكن المختلفة لتحديد مواقع الاماكن. طيب يبقى لما اجي اسألك واقول لك اهمية نظام تحديد المواقع العالمي الGPS، هتقول لي بيساعد على تحديد اتجاهات السير في الاماكن المختلفة. ولو عايز اجابتك بقى تبقى نموذجية هتكتب لي كمان يظهر حدود المحافظات المصرية. وبكده يكون درسنا انتهى النهارده. يا رب اكون قدرت اوصله بطريقه مبسطه لكل طلابي حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي. انتهت الحلقه بتاعتنا، استودعكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.